مساء الفل. معاكم حليم من قناة حليم بتاع الكورة. طبعا في البداية أحب أهنيكم بمناسبة المولد النبوي، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم كده بالخير إن شاء الله، غير فاقدين أو مفقودين. إن شاء الله نستكمل حلقتنا في تحليل صفقات نادي الزمالك اللي أبرمها. الزمالك طبعا كما نعلم أبرم مجموعة من الصفقات وبينتظر مجموعة أخرى من الصفقات حسب تصريحات مسؤولينه. هنتكلم النهاردة عن أهم وأبرز صفقة في الميركاتو. طبعا مهاجمنا الشاب عمر فرج، المهاجم الفلسطيني صاحب ال 22 سنة، واللي هو من مواليد 9 مارس سنة 2002، طوله 182 سم، مش فارع القامة ومش قصير القامة، معقول جدا. طبعا بيلعب في مراكز السنتر فيرود وتحت الفيرود والجناحين. في الحقيقة ان عمر خاض مسيرة احترافية مميزة جدا وفي سن صغير. يلا نخوض مع بعض تفاصيل الرحلة اللي هو عملها ديت. بس في البداية لو حضرتك مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه يا ريت تدعمنا بلايك، ويلا بينا نبدأ. عمر فرج يمكن بدأ مسيرته في سن 16 سنة مع نادي اسمه بروما السويدي في سنة 2018. ويمكن الملفت هو بدايته لمسيرة احترافية في سن صغير. ويمكن دي المشكلة اللي احنا بنواجهها مع معظم لاعبينا الشباب، وبنتكلم دايما على ان التأسيس البدني عندنا في مشاكل في القطاع. فلما بيبدأ معانا لاعب في مسيرة سن صغير كده بيكون ملفت بشكل كبير. بدأ مع فريق بروما السويدي في فريق تحت 17 سنة، لعب معاهم مجموعة من المواسم إلى أن تم سن ال 18 سنة في موسم 2021، ولعب مع الفريق الأول، وده السن القانوني هناك للمشاركة مع الفريق الأول. من بداية أول موسم ليه تألق مع فريقه السويدي اللي هو بروما، وسجل 5 أهداف في 24 لقاء في مجموع دقائق مشاركات تقدر ب 17 لقاء. يعني ايه؟ يعني مجموع الدقائق اللي خاضها في 24 لقاء لو قسمناها على 90 دقيقة هيطلع لنا تقريبا ان هو لعب 17 لقاء كاملين. ودي طبعا احصائية مهمة ان احنا بنعملها، بننسب الدقائق لمباريات عشان نتأكد ان هو شارك في اغلب او في معظم مباريات الموسم. فعلا شارك معاهم في 17 لقاء كاملين، وده تعتبر نسبة مقبولة. وكانت نسبته التهديفية 32 من 100 هدف في كل 90 دقيقة، وده معناه ان هو في كل 3 مباريات معاهم كان بيشارك فيه هدف. وانا اعتقد ان دي نسبة مقبولة جدا للاعب في السن ده ونادي بيلعب في الدوري السويدي. في الموسم اللي بعده 21-22 لعب الموسم الثاني ليه مع نادي بروما السويدي، لكن الموسم ده كان مغاير تماما. رغم ان هو عمل ارقام كويسه في الموسم الاولاني، الا ان الموسم الثاني كان هو موسم التفوق وبامتياز، لما سجل معاهم 10 اهداف كامله في 15 مباراه بس. وال 15 مباراه دولت كان معدل دقائق مشاركاته فيهم يعادل 13 مباراه فقط. كان معدله التهديفي 72%، يعني لو شارك في 10 مباريات بيسجل 7 اهداف، وده طبعا معدل مهول جدا وغير قابل للتكرار. الامر ده اللي لفت ليه انظار الدوريات الاوروبيه بما فيهم نادي ليفانتي الاسباني. طبعا احنا عارفين الدوري الاسباني هو تاني اقوى دوري على مستوى العالم بعد الدوري الانجليزي. نادي ليفانتي من الانديه العريقه هناك، انديه الوسط تميل الى الهبوط زي نادي المحله عندنا كده. نادي ليفانتي تعاقد معاه في يوليو 22 في الميركاتو الصيفي، لكن ما تأقلمش معاهم. احنا طبعا عارفين ان الانديه الكبيره دي بيكون عندها لعيبه في كل الخطوط، وبيكون نسب المشاركه معاهم بتبقى صعبه جدا، وده اللي ادى لاعارته لنادي اسمه دي جافروس السويدي. نادي هو في نفس الدوري اللي كان بيلعب فيه سابقا، وشارك معاهم في الموسم 22 بالكامل، سواء بقى مع ليفانتي او مع دي جافروس، في 44 مباراه، سجل خلالهم 13 هدف بمعدل مشاركة 33 لقاء. وكان معدله في الإحراز التهديفي 28% هدف لكل 90 دقيقة، يعني في كل 4 مباريات في موسم 22 كان بيسجل هدف. المعدلات والإحصائيات يعني ابتدت تتراجع شوية، لكن ده راجع طبعا ان هو لعب في خارج الإطار السويدي. لما راح نادي الأسباني ما خدش معاه مشاركة، ورجع تاني لمعدلاته الطبيعية لما رجع للدوري السويدي. اخر محطه بقى خاضها عمر فرج واللي رشحته للانضمام لنادي الزمالك كان مع نادي ايك السويدي. ايك السويدي انضم لهم في فبراير 23. وخلي بالكم يعني مواعيد الدوريات هناك مختلفه شويه. فشارك معاهم في اول موسم في 30 مباراه بمعدل 18 لقاء، يعني الدقائق اللي شاركها في 30 مباراه لو قسمناهم على 90 يطلعوا 18 لقاء. معدله التهديفي كان 20% في كل لقاء، بمعنى ان هو كل 5 مباريات كان بيساهم في تسجيل هدف،
وفي موسم 24 اللي هو الموسم اللي انتهى لعب معاهم 18 لقاء بمعدل 12 بس دقايقه قلت، وسجل هدفين وصنع 3. ويمكن الموسم الاخير ده انا طلعت اكتر عنه واكتشفت ان نادي ايك السويدي كان غير مدير الفني بتاعه. المدير الفني الجديد بدأ يتطلب خطة رقمية مختلفة. الخطة الرقمية كانت عبارة عن 4-4-2، كان بيلعب باثنين فراودة منهم مهاجم سويدي، وكان عمر المفروض بينافس على المهاجم الثاني او مركز تحت المهاجم. فطبعا عدد دقائقه قلت، مشاركاته حتى كانت بعيده عن المرمى، وده اثر على معدلاته التهديفيه، ما خدش دقائق كتير. ويمكن ده اللي خلى النادي السويدي ان هو ينفتح على عمليه خروجه، وخلى كمان اللاعب يبحث عن دقائق لعب اكتر مع نادي الزمالك ان شاء الله. عمر انا في تقديري ان هو شاب واعد عنده 22 سنه لسه، بوتنشال قادم بقوه. الزمالك تعاقد معاه في صفقه يعني غير مكلفه تماما لخزنته، الصفقه ممتده ل4 سنوات، يعني اللاعب مكمل معانا لحد سن ال26، نقدر وقتها نعيد الاستثمار فيه لما يتوهج معانا ان شاء الله. الصفقه تمت على اقساط، او القسط هيندفع في الصيف القادم. اللاعب حتى لم يحصل على مقدم تعاقد، فكانها صفقه مجانيه لنادي الزمالك في هذا الصيف. مش حابب ان الزملكاويه يحطوا على عمر حمل اكبر من الحمل الموضوع عليه. لقيت الفتره اللي فاتت في ناس بتناقش ان هو يكون المهاجم الاساسي لنادي الزمالك، ده في وجهه نظري مش هيكون التوظيف الامثل ليه، لاني طبعا نظرا لخبراته وامكانياته واحتكاكاته محتاج شويه وقت. مش عاوزين نتعامل مع عمر ان هو لاعب محترف، هو في النهايه اللاعب الفلسطيني يعامل معامله المصري، والقيم الماليه اللي هيحصل عليها بسيطه جدا وزهيده جدا. فبالتالي اتمنى ان هو ياخد وقته. بشوف ان الناس بتدخله في مقارنات مع وسام ابو علي مهاجم الاهلي، وده مش مقارنه دقيقه طبعا، نظرا لعامل السن وعامل الاحتكاك اللي بيصب طبعا في مصلحه وسام، عكس لاعبنا الشاب اللي لسه بيبدا يتحسس طريقه معانا. مشكلة نادي الزمالك وقافة جماهيره مؤخرا فكرة ان احنا لما بنضم صفقة جديدة بنبقى طالبين ان هي تقدم كل حاجة من اول مشاركة ليها. انا مش شايف ان ده التصرف الامثل مع الصفقة. شايف ان عمر هو اللاعب رقم 12 في الفرقة، هو اول تبديلة ممكن المدير الفني يفكر فيها لما بيحب ينشط الجوانب الهجومية عنده. لكن في تقديري ان عمر ممكن ما يبقاش هو المهاجم الاساسي لنادي الزمالك الموسم الجديد، لكن انا بشوف ان امكانياته تؤهله ان هو يشارك في كل المباريات كبديل، عشان نعده ان شاء الله ان هو يكون اساسي الفتره اللي جايه. متشكر جدا لحسن استماعكم. لو في اي ملاحظه يا ريت تعرفونا، لو عجبك المحتوى يا ريت تدعمنا، وشكرا جزيلا لوقت حضراتكم ولحسن استماعكم.